مساء الفل عليكم، عاملين يا رب تكونوا بخير. جايلكم بحلقة جديدة من حلقات الانتقالات اللي بتأتيكم كل يوم الساعة 3. اكتبوا لنا تحت في الكومنتات يا جماعة لو عايزين الوقت يتغير. انا معرفش الساعة 3 دي حلوة ولا لا بصراحة بالنسبة لكم، فاكتبوا لنا هل عايزين نأخرها، عايزين نزودها، ايه رأيكم في الحاجات دي كلها. متنساش تدخل تتابعنا على تيك توك والفيسبوك وكل مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتنا اللي هتلاقيها تحت في الوصف، او لو ما لقيتهاش تحت في الوصف هتلاقيها في الروابط بتاعت القنوات عندنا عادي في الصفحة الرئيسية. وقبل ما نبدأ تشترك لايك، تشترك في القناة، فعل زر الجرس، ويلا بينا ندخل على الحلقة. أول لاعب معانا النهاردة وهو كاسبر شمايكل. كاسبر شمايكل اللي كان بيلعب في نادي اندرلخت راح نادي سيلتيك فري، عنده 37 سنة، بيلعب كحارس مرمى، وصفقة هايلة جدا جدا بصراحة. نادي سيلتيك اللاعب اللي اندر ريتد جدا جدا جدا، الناس كلها دلوقتي بتتكلم على كيلر نافاس وان ازاي اللاعب ده اندر ريتد ومش عارف ايه. لا، انا شايف ان كاسبر شمايكل اندر ريتد اكتر منه بكتير جدا جدا جدا. يعني كيلر نافاس ماشي بيلعب كاس عالم ومش عارف ايه، الراجل ده بيلعب كاس عالم لسه طالع من اسمه ايه اللي هي اللي لسه عاملينها، اسمها ايه، امريكا، اسمها ايه اللي اسبانيا اخدتها، انا مش عارف، انا نسيت اسمها ولكن ما علينا معلش. اليورو، سوري، لسه طالع من اليورو. فلا، انا شايف ان اللاعب ده اندر ريتد كتير جدا. كيلر نافاس ده مثلا تقريبا بقاله بتاع 10 11 سنه ما بيلعبش اساسي نهائي، سواء مع باريس او حتى لما كان بيطلع اعاره او لما كان في ريال مدريد في اخر كام سنه. فانا شايف لا، كاسبر شمايكل كان بيلعب اساسي في نادي ليستر سيتي، مشى وراح نيس بيلعب اساسي، مشى وراح اندرلخت بيلعب اساسي، مشى وراح سيلتيك، وانا شايف ان هو اكيد 100% هيلعب اساسي. عنده 37 سنه عامل السن، ولكن صفقه انا بقول لك لسه طالع من يورو، فلا طبعا صفقه هايله لنادي سيلتيك. الصفقه اللي ورا هو جيراسي اللي كان بيلعب في نادي شتوتجارت، راح نادي بروسيا دورتموند ب 17.5 مليون، عنده 28 سنه، بيلعب كمهاجم صريح. وانا شايف ان بروسيا دورتموند هي وجهت ضلتها في المهاجم الصريح وهو جيراسي. هتقولي ازاي عندهم فولكلورج ومكوكو وعندهم سباستيان هانر، اقول لك ماشي، دول كلهم كانوا بيأتوا على فترات. انا شايف لو هم قدروا ان هم يخلوا فولكلورج وجيراسي هيبقى عندهم اتنين مهاجمين اقوياء جدا جدا جدا. ولكن في كلام ان فولكلورج ممكن ينتقل لفرق كتيرة، اس ميلان وويست هام وفرق تانية، ولكن لو عرفوا يخلوا فولكلورج فلا، صفقتين مدمرتين بصراحة. النادي بروسيا دورتموند لاعب فولكلورج اللي بيعرف يلعب لك براسه كويس جدا جدا، جيراسي بيعرف يلعب لك برجله كويس جدا جدا بصراحة. الصفقتين بيكملوا بعض بشكل كبير. الصفقة اللي وراها وهو سافيو اللي هو احنا 6 في دقيقنا وأسرة مع بعضينا، فملناش دعوة بأي حد. سافيو اللي كان بيلعب في نادي تروا وكان إعارة السنة اللي فاتت طبعا نادي جيرونا، راح نادي مانشستر سيتي، التلات فرق بقى في السيتي جروبس، راح ب 21 مليون، عنده 20 سنة، بيلعب كجناح. ولكن الصفقة أنا مش فاهمها، يعني انت ليه عندك لاعب منور زي سافيو ليه تروح تبيعه؟ ماشي، ما عنديش مشكله ان انت تروح تبيعه للسيتي جروبس، ليه ما تخلوش في تروا؟ ليه ما توديوش لجيرونا اللي استغنت عن نص اللعيبه تقريبا بتاعتها؟ تقول لي ايه ده، يعني ايه استغنى عن نص اللعيبه؟ اقول لك هي جيرونا دلوقتي مبقاش فيها لعيبه من بتوع السنه اللي فاتت يعتبر، او الموسم اللي لسه خلصان. تقول لي ازاي، يعني ايه؟ اقول لك ايريك جارسيا كان اعاره، يانكوتو كان اعاره، كان مين حتى الناحيه التانيه مش فاكر. كان عندك سافيو اعاره ومشي خلاص وراح اساسا مانشستر سيتي. دوف بيك ممكن يمشوه، بابلو توري كان اعاره. خط النص كمان اللي هو جارسيا راح نادي باير ليفركوزن. فانت عندك اهو يا معلم، ده فريق كامل مشي، فليه ما تروحش توديه لنادي جيرونا اللي تألق معاه؟ يعني انت دلوقتي وديت مانشستر سيتي هو مش هيلعب اساسي، ليه ما توديهوش ان انت يبقى عندك فرقتين اقوياء جدا؟ جيرونا دلوقتي انا حاسس ان الفريق ده مثلا هو كان ايه، كان تالت ورابع، فنش في ال 12 13 بعد اللي حصل ده، لان هو ما بقاش عنده فريق. كل اللعيبه خلاص، انت هتبدا تبني من اول وجديد، ان انت تحاول تعمل بقى كيمستري ما بين اللعيبه دي كلها، فصعب جدا. فانا كنت شايف على الاقل سافيو ما كانش هيحصل حاجه يعني لو كمل مع نادي
جيرو خصوصا ان هو مش يعني اكنه ما جاش مانشستر سيتي، ما كانش هيفرق معاهم في حاجه يعني، مش ده اللي هيخليهم ياخدوا الدوري. ف ولكن ماشي يعني احنا مالنا، دي مشاكل اخرانيه وملناش دعوه بيها. الصفقه اللي ورا هو سيرجيو جوميز اللي عمل ماتش رائع قدام منتخب مصر الاولمبي. انا بصور لسه في نفس اليوم لكن بالليل خالص بقى. خلاص منتخب الاولمبي طبعا بنحب نبارك له ان هو خلاص بنسبه 100% دور ال 16 وهيواجه نادي باراجواي. شايفها صفقه يعني مش صفقه سوري، شايفها ماتش سهل نوعا ما ممكن نقدر نكسبه. خلينا في الصفقه اللي معانا، هو سيرجيو جوميز اللي من مانشستر سيتي راح نادي ريال سوسيداد. وانا شايف ان مانشستر سيتي هي ما استفادتش باللاعب ده خالص بصراحه. لاعب عنده 23 سنه وراح لهم ب 10 مليون فقط بيلعب كمدافع ايسر، فما قدرتش ان هي تستفاد منه خالص. هو لما نزل في الشوط الثاني قلب الماتش حرفيا ضد ضد منتخب مصر الاولمبي. فصفقه هايله كمان يتباع ب 10 مليون فقط، وحشه جدا جدا بصراحه النادي مانشستر سيتي. طبعا حلوه جدا النادي ريال سوسيداد. الصفقه اللي وراها وهو بونجورنو اللي بيلعب في نادي تورينو راح نادي نابولي ب 35 مليون، عنده 25 سنه بيلعب كمدافع. صفقه ما اقدرش اقول لك عليها حلوه ولا وحشه، ما اعرفش بصراحه مين بونجورنو ده، ولكن هي الدنيا مقلوبه في نابولي وبيقول لك الصفقه هايله جدا جدا في نادي نابولي. ولكن شايفها غاليه شويه. هتقول لي يا عم ما تثبت لك على حل بقى، انت لسه كنت قايل لنا على رافا مارين ده ان اشباه كيم من جاي ومش عارف ايه. اقول لك ما هو ده ما راحش جاب لك يعني جفارديول، ما هو ملاعب مش معروف برضو بونجورنو، ولكن ممكن يكون معروف اكتر في الدوري الايطالي. فكل ده هتشوفه في الدوري الايطالي السنه الجايه. الصفقه اللي وراه وهو دي ماريا اللي بيجدد عقده مع نادي بنفيكا، عنده 36 سنه بيلعب جناح. طبعا صفقه هايله جدا للنادي بنفيكا، وانا بحب النوع ده من الصفقات. هتقول لي بتحب ايه؟ ما عادي يا عم، دي ماريا نكمل مع بنفيكا يعني مش ميسي. اقول لك هي دي الحته اللي انا عايز اتكلم فيها. اللاعب مش واخد حقه بطريقه سيئة جدا 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 بصراحة. مش واخد حقه من ساعة ما بدأ يلعب كورة من مانشستر يونايتد، مش واخد حقه مع ريال مدريد، ما كانش واخد حقه قوي. كان لاعب هايل ولكن مش اللي هو يا لهوي فينيسيوس جونيور مثلا او ميسي في منتخب الارجنتين. يعني انا لسه حتى كنت قاري من 3 اسابيع تقريبا او من شهر كده ان لما كان في بقى كوبا امريكا كان اول ماتش ليه يلبس شورت قياده. انت متخيل لاعب عنده 36 سنه وبيعتزل دولي اول ماتش ليه لسه ان هو يبقى كابتن منتخبه؟ ده يوضح لك قد ايه ان هو لاعب اندر ريتد جدا ومش واخد حقه بتاتا بتاتا بتاتا. ماشي. الصفقه اللي وراه هو الفارو موراتا اللي كان بيلعب في نادي اتلتيكو مدريد راح نادي اي سي ميلان ب 13 مليون، عنده 31 سنه بيلعب كمهاجم صريح. صفقه كويسه النادي اي سي ميلان، خصوصا انهم ما عندهمش دلوقتي مهاجم بعد ما مشوا جيرو ولوكايفيتش ما يعتمدش عليه بصراحه كمهاجم اساسي. فجيرو صفقه حلوه، والاحسن ان هم بيفكروا في حد تاني مع جيرو. فصح جدا جدا نادي اي سي ميلان، صح جدا يبقى عندهم اتنين، لان الفارو موراتا مش هو ده اللي انا اقدر اعتمد عليه اساسي. وده انت وحظك يعني، انت وحظك. يا اما يجي لك نسخه يوفنتوس ونسخه الفرق الرقش، يا اما يجي لك نسخه اتلتيكو مدريد اللي هي احسن نسخه، يا اما تاخد نسخه اسبانيا اللي انا برضه شايفها مش حلوه. الناس كلها بتقول لك احسن موسم، لا مش شايف موسم سيء برضه لالفارو موراتا. الصفقه اللي هو عبد الضوي كريستو اللي كان بيلعب في النادي الاهلي راح عار النادي الصفاقسي التونسي عنده 21 سنه بيلعب كجناح. صفقه يعني شايف ان كولر بصراحه المفروض ان هو يتحاسب عليه. ليه؟ لان انت حضرتك في اول موسم قلت انا عايز عم كريستو، جبناهولك. هل ده هيبقى اساسي؟ لا، لحد ما انت خليت ان اللاعب يبقى عنده حاله نفسيه وندخل في ازمات وحاجات ما كناش نحب ان احنا ندخل فيها. طب ايه اللي خلاك تجيبه؟ هل انت اتفاجئت من مستواه؟ ما دي حاجه ما ينفعش، معلش يعني، ما ينفعش ان انت مدرب يتفاجئ من مستوى لاعب. يبقى انت ما عملتش السكاوت بتاعك بشكل كويس. فدي الحته بس اللي انا بتكلم فيها، عشان محدش يقول لي يعني ايه وازاي ده انت الراجل فشخ الدنيا في الدوري. ماشي، ولكن لا، في بعض الصفقات لازم يتحاسب بصراحه مارسيل كولر عليه.
الصفقة اللي وراه هو إجلاسياس اللي من نادي ريال بيتيس راح النادي سيلتا فيجو إعارة، عنده 30 سنة بيلعب كمهاجم صريح. صفقة هايلة، وكنا دايما بنقعد نقول على الصفقات دي إن أي فريق في الدوري الأسباني أو في الدوري أي حاجة بقى للاعب ده اللي إحنا بنتكلم عليه، ليه مش فرقة صغيرة تروح تجيبه إعارة؟ فأنا شايف إن اللاعب ده هيتألق جامد جدا 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 مع نادي سيلتا فيجو، خصوصا إن في كمان دياجو أسباس، فالاتنين هيقدروا يشيلوا بعض، وأنا شايف إن هو هيتألق بصراحة مع نادي سيلتا فيجو. الصفقة اللي راهو الأخيرة معانا هو ألبرتو مورينو اللي كان بيلعب في نادي ليفربول وكان بيلعب في نادي فياريال من فري، طبعا كان بدون نادي، راح النادي كومو الإيطالي، عنده 32 سنة بيلعب كمدافع أيسر. صفقة هايلة جدا جدا لنادي كومو، والدوري الإيطالي كله عامة عامل صفقات هايلة جدا جدا، ما تقدرش تقول مين أسوأ نادي في إيطاليا عامل صفقات، لا كل الأندية بصراحة في إيطاليا عاملة صفقات هايلة جدا، وخصوصا نادي كومو لأن هو لسه صاعد من تحت، جايبين 5-6 صفقات هايلين جدا جدا. فكده خلصنا حلقة النهاردة. يا رب العقد يا رب لو عجبك الفيديو بتاع النهارده اضغط لايك وتفعل زر الجرس تحت في الوصف في كل مصر بتاعتنا. نشوفكم في فيديو جديد على خير، يا رب يكرمكم سعيد، ويلا سلام.